تجاه ما يقال. هذا بقى هو بعت الشعراء؟ طبعا طبعا. لا انا بعترف انما الناس البسطاء جدا بتستقبل الشعر، بس الشعر اللي هو الشعر لا والله والفصح. لا والله اصلا النهارده حتى اللي ما اتعلمش عنده ولاده واكتسب فكت الرموز الفصيحه والكلام ده، بقت عمليه سهله. انا اعتقد ان انا كاتب قصيده قصيده صعبه شويه، خدت فكرتها من طلال شغال معايا بسيط جدا جدا، بيقول لي لو سمحت يا أسطى، على فكرة أنا عندي ورشة فحط لي نقط على الحروف. ده اسمه بيقول لي حط لي نقط على الحروف. فقلت يمكن بقولها جت معاه بايلات كده، فقلت له يعني ايه حط لي النقط على الحروف؟ قال لي انا عايز كل شيء يبقى واضح. قال طب ما هي كده، طب ما هي النقط على الحروف عايز كل كتبت قصيدة. ها؟ القصيدة هقول مقطع منها اسمها في المستوى. في المستوى كله. وكأنها من غير نقط كل الحروف اللي انكتب بيها الحوار، او باختصار كان غير كده لحظة بداية فكرته وحلم الكبير. قصد اللي كان في الوقت ده اكبر كتير من تفصيلات الاحتمال. ما قصدتهاش لما المعاني طلعتها جوه اللي جاي يخدعها ضي تاهت سواد الانتظار. اتبعترت كل الجمل وتعطرت لغة الحوار. انا حلم اشبه بالفراغ بجناح رقيق يا دوب عشان يقدر يطير قرب الضياء حتى الدفا في المبتدأ. ما قصدتش انه هينتوب نار الدفا في الحلقة حجر دمعتني طعم المرار. فرس الرهان متربطاله كبوته قبل السبق. طب اعمل ايه لو جه عليه الدور بدأ؟ محتاج اجابة لما سبق، وانا اصلي دايما بتسند لبكره عني زمان مضى جهدك قضى. مين يفهمك يا اللي انت ضليت الطريق؟ لو جيت يوم وجيت عليك سامحني يابا تربطك. انا لو مشيت جنب الحيطان لو كان امان، طب اعمل ايه في المفترق؟ ادينا اهو في المفترق. لو جاني ريح مش بس ريح، لو حتى شديت الجبال كان نفسي يابا لو اسالك حلنا النمان ولا الزمان. انا جبت يوم جبت الحروف حسب الاصول رتبتهم طلعت كلام، ومن الكلام ظهرت جمل، ومن الجمل خلقت حوار، ومن الحوار بانت ملامح رؤيته طلعت نهار. تعرفت يابا بعدها ايه اللي صار؟ وضع الالف بقى مختلف، والمين بتبكي ترتجف، واللام بترفض تعترف. صار الكلام غير الكلام، تاهت ملامح رؤيته وبلحظته اتبعترت كل الجمل. ما فضلش غير كلمة أمل. أما الكلام باقي الكلام فكأنها من غير نقط كل الحروف اللي انكتب بها الحوار. طبعا المفروض ان هو يقول لك كل يوم ما تعرفش يا احمد في حد كل شهر او كل هذه نقطة تحول او علامة درجة في حياة الأدبية والشعرية. نقطة تحول بالنسبة للشهر الأستاذ أحمد. يعني هو يمكن في حاجة غريبة بالنسبة لي يمكن ما تبقاش شعر ثاني قبل كده، ان انا لما جيت اطلع اصدارات الاصدار الاولاني والثاني طلعتهم انا تقريبا في سن ال 35 ولكن افعال لما قبل ال 20 لما قبل ال 20 يعني تدور اللي قلت لا هو محتفظ بيهم وكنت بصدد ان انا اعمل بقى اللي هو المفترض الديوان الثالث ده كان المفترض ابدا في اشعار هذا الديوان. كان هو الصديق اللي قلت لحضرتك عليه اللي كان صديق طفوله هو صحفي عزيز يعني اسمه استاذ ابراهيم الحلبي استنى على عبقري. قال لي لا ما تبدأش بالانجليزي، ابدأ بأديبك عشان الناس تلاحظ تطور ملاحظة. كانت بدايتي بحكم تكويني او تكوين الاسره زي ما قلت لحضرتك الزجل الانتقادي الشاخص. ده يمكن الغالب في الديوان الاول والثاني، ولكن حكايه اللي قلت لحضرتك قراءتي انا ازعم ان انا قارئ شره منهم. انا اقرا كتير، انا قرات الاف الكتب يعني قارئ بمعنى كلمه قارئ، لدرجه ان من حسن حظي ان في القريه عندنا اللي وقع تحت ايده كتاب ومش عايز اعمل ده يجيبه لي يعني اللي مصاب. فاقرا في كل شيء، انا من الانسان عاميه اقرا في كل شيء، اقرا فلسفه واقرا
آه،